اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم تاني شويه وش مع دكتوره مارينا جدا. الحلقه النهارده احنا هنكمل السلسله بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها لو انتوا فاكرين، وهي سلسله الهابي تشايلد. هابي تشايلد احنا بنتكلم على ان الطفل ازاي يكون سعيد ومبسوط، وازاي اخلي ابني سعيد ومبسوط. وكمان قلنا ان السعادة مش قصد بيها ابدا انه يكون بيضحك دايما باستمرار، او ان هو حاسس ان ابني بيتحرك كتير او بيهيص كتير او كده زي ما احنا متخيلين. لا، قصدنا بالسعادة ان هو يكون هادي، ان هو يكون متفاهم، قادر يعبر عن نفسه، كمان عينيه فيها اللمعان اللي هو بتاع الفرحة ده. يعني احنا قلنا ده في اول حلقة. النهاردة الحلقة التانية من هابي تشايلد هنتكلم عن الحاجة التانية اللي بتخلي عيالنا فرحانين، اللي هي اني باخد كل مشاكل الكبار بعيدة عنهم. يعني مثلا ابني انا بيني وبين بابا خلاف، مش ضروري المناقشات الحادة بينا تكون على الملأ قدام الأطفال. أنا مش بقول كده إن احنا ما تناقش خلافاتنا أو اختلافاتنا، لكن احنا محتاجين نكون المناقشة دي بصورة هادية وبسيطة، وكمان بعيد عن الأطفال. الحاجة المهمة اللي أنا عايزة أقولها إني مش بس بين بابا وماما، لكن كل أفراد العيلة البيج فاميلي، اللي هي مثلا خالته، عمته، تيتا، جده، القرايب القريبين. الحاجة المهمة مش بس ان الحوار يبقى هادي وان الكلام ما يبقاش فيه حدة، ان انا كمان لما اخرج للطفل ما بقاش شايل حاجة جوايا او افكار او مشاعر سلبية من الطرف التاني. يعني مثلا ما بقاش عندي افكار سلبية او مشاعر سلبية عن تيتا، وبعدين اقول ان الطفل ده هيبتدي هو هيحس بالسعادة والانبساط. مش ممكن الطفل يحس بسعادة وانبساط طول ما انا الطفل عارف ان في صراع ما او خلاف ما بيني وبين عمته، او بيني وبين خالته، او بيني وبين تيتا او جده، او بين بابا وبين ماما، او بين اي اطراف العيلة. وده الصراعات دي طبيعية بالمناسبة. ان الطفل هيبقى حاسس ان هو سعيد طول ما فاهم ان الصراع ده بيخزن جوايا مشاعر كبابا وماما، مشاعر باحباط، اكتئاب، احساس بالغضب الشديد، احساس بالحزن، او الممارسات الشديدة اللي احنا ممكن نعملها في اني خلاص احنا مش هنروح لتيتا ابدا، او انتوا هتروحوا لتيتا لكن ماما مش هتروح لتيتا، او الحاجات الكبيرة اللي احنا بنعملها دي. يعني المواقف الكبيرة اللي احنا بنعملها وبناخدها قرارات في حياتنا باعتبار رد فعل لما هو صراع دائر في الأسرة، او في صراع دائر في البيج فاميلي زي ما قلنا، ان احنا بنعمل حاجات اسمها المقاطعة او البعد الشديد. خدوا بالكم ان الحاجات دي بتأثر على نفسية الطفل وبتحسسه بعدم الأمان. ايا مكان انا كنت محساه بالامان لكن هو مراقب، الطفل مراقب الصراع ده، وفاهم ابعاده، وفاهم ايه نقطه، وفاهم ايه كل حاجة فيه هو فاهمها، وفاهم سببه. يمكن اللي بابا وماما نفسهم مش فاهمينه هو فاهمه، وكمان بيحس بعدم الامان ان انا كل ما هكبر هيبتدي بيني وبين اطراف تانية كبار خلافات، والخلافات دي هتسبب ان انا دايما هبقى حاسس بالضيق او الحزن او المضايقه او الاكتئاب او ناخد بالنا ان اطفالنا بينمو نفسيا وعصبيا بصوره سريعه جدا. هو مراقب جيد مش بس الاحداث اللي بتدور حتى لو انا مش بقول بكلامي، انما مشاعري اللي جوه هو قادر يقراها زي ما اتفقنا المره اللي فاتت بسهوله شديده جدا. وده اللي بيخليه كويس قوي، هو قادر يترجم ده مهما قلنا كلام عكسه، لكن هو فاهم اللي جوايا كويس قوي. خليكم معانا المرة الجاية هنتكلم عن باقي سلسلة الهابي تشايلد في نقطة جديدة ومهمة جدا عن الذكريات. خليكم معانا واعمل سبسكرايب عشان يوصلك الحلقة الجديدة من هابي تشايلد في تاني وشوية وش ودكتورة مارينا جيب. شكرا.